الخير حبايبي، عاملين ايه؟ اعرفكم بنفسي، انا سوزي من مطبخ سوزي كيتشن. النهارده هعمل لكم طريقه القرنبيط بطريقه حلوه خالص هتعجبكم. هي طريقه تعتبر صيامي للناس اللي هي ما بتحبش البيض ولا اللبن، من غير بيض ولا لبن. هتعجبكم وهتطلع مقرمشه من غير اي حاجه، لا نشا ولا اي حاجه. هنبتدي نقطع الظهر بتاع القرنبيط كده وحايد، وانا محضره طبعا ميه على النار. طبعا حاطين حله على النار فيها ميه بتغلي، وهنحط حبه كمون وحبه ملح عشان القرنبيط يحيق، وهننزل الزهرات القرنبيط فيها بس ما نخليهاش تتهري معانا، يعني 3/4 سوا. القرنبيط يستوي. على بال ما القرنبيط يستوي نحضر ايه الخلطه معانا الخلطه طبعا اللي هنعملها بابريكا، ونص معلقه بابريكا، ونص معلقه كركم، ونص معلقه توم مفروم، انا عندي طبعا كان في الفريزر، وحبه بقدونس حسب ما تحبوا، لو عايزين كزبره خضراء حسب ما انتوا عايزين. انا هحط بقدونس. معانا المكونات اللي انا قلت لكم عليها هنحطها طبعا على الدقيق، الكركم والبابريكا، وهنخلي الثوم والبقدونس في الاخر. نقلب المكونات دي على بعضها كده شويه، وبعدين نحط الميه، بس يا ريت نخليها عجينه متماسكه، يعني ما تكونش ايه سايله خالص عشان القرنبيط يمسك فيها. ادي الخليط معانا يا حبايبي، لا هو خفيف قوي ولا هو تخين عشان يمسك في القرنبيط. وهنحط الملح، نحيقه بالملح عشان يبقى، والثوم والبقدونس، ونقلبهم كويس. انا هوريكم طبعا يا حبايبي طريقه التقطيع. انا مش هخليها سليمه زي ما هي، هقطعها شرايح رفيعه عشان تطلع مقرمشه. لو عملناها وهي سليمه كده، والفتافيت دي طبعا هنستفاد منها برضو. ادي تاني واحده اهي، اوريها لكم كده عشان تبقى تبان اكتر كده اهو، شرايح رفيعه، وبالتالي طبعا هيطلع مقرمش وجميل. الفرافيت دي هنستفاد منها مش هنرميها. والطريقه دي على فكره بنتي ما كانتش بتاكل القرنبيط، عجبتها جدا وبدات تاكل القرنبيط اهو. حاطين بقى زيت على النار بعد ما اخلص كله، زيت غزير ويكون سخن طبعا، ومش هنوطي النار، يعني هيفضل سخن زي ما هو. احنا بنقلي القرنبيط في زيت غزير، ويكون طبعا سخن جدا، وما نوطيش العين، نخليها زي ما هي كده، وما نقلبش فيه كتير عشان ما يتهرش مننا، لان احنا طبعا زي ما انتم شايفين مخففينه عشان يتحمص يعني ويبقى حلو مقرمش. وهوريكم بعد ما يحمر من الناحيه دي دول ما هنقلبه القرنبيط الا غير لما حسينا ان هو اتحمر من ناحيتين، من الناحيه اللي هي من تحت، وهو ممكن يمسك في النص بس دي مش مشكله. بصوا ومن ناحيتين اهو زي ما انتم شايفين. هنبتدي نطلع طاسه تانية يعني نعبيها، وفي الاخر خالص هوريكم الحاجات اللي هي الفرافيت اللي نزلت اعمل بيها ايه. انا عملت طبعا الدور ده زي ما انتم شايفين كده، محمر وجميل وناشف اهو. بصوا بس القرمشه سمعنا. وبعد كده انا هكمل الباقي وارجع لكم في الاخر خالص اوريكم الفرافيت اللي طلعت هعمل فيها. طبعا انا هقول لكم حبه الفرافيت اللي بقت دي هنعمل فيها ايه. بحبه العجينه اللي بقت هنحطها عليها. طبعا عامله العجينه بالظبط عشان ما نهدرش حاجه ونرميها، فجم كده بالظبط اللي انا عملتهم على قد ايه القرنبيط. هنقلبهم مع بعض، ويمكن اللي انا بعمله دلوقتي ده بيطلع احلى من القرنبيط ذات نفسه بامانه. هتعجبكم قوي الطريقه دي، صدقوني جربوها هتعجبكم. نحاول نهرسه كده بحيث ان هو ايه ما يبقاش معانا كله يشرب من العجينه كده اهو.
القرنبيطايه صغيره طبعا، بس بالطريقه دي خليتها كبيره ورمت كتير جدا. هوريكم في الاخر الكميه هتبقى قد ايه. كده حبايبي كده خلصنا. بصوا القرمشه بتاعت القرنبيط، سامعين طبعا الصوت، وادتنا كميه قد ايه من قرنبيطه صغيره. ودي طبعا الحاجات اللي هي الفتافيت اللي بقت برضو هتتاكل، ويمكن احلى كمان من القرنبيط. طبعا اتمنى طبعا اسمع رايكم، ويا ريت برضو تجربوا الطريقه دي وتقولي لي رايكم في الكومنتات. شكرا، باي باي.